معانا خاتمين هما نفس الديزاين، واحد ب50,000 والتاني ب80,000. يا ترى ايه الفرق؟ الفرق بينهم بسيط. الاولاني الحجارة بتاعته صريحة وكلها تقريبا ماركيز، وتوتال وزن الحجارة بتاعته 40 سنتيم، يعني نص قراط الا حاجة بسيطة. في حين ان الخاتم التاني الحجارة بتاعته كلها راوند، بس على الرغم من انها راوند توتال الوزن بتاعه عامل 60 سنتيم، يعني اكتر من نص قراط بشوية حلوين. ومن هنا نقدر نقول ان مش شرط ان الخاتم لو نفس الديزاين يبقى نفس السعر. يعني انت لو شفتي خاتم في محل وجيتي في محل تاني لقيتي نفس الشكل بالظبط، بس حسيتي ان في اختلاف كبير في السعر، مش شرط ان ده وحش وده صح. في اختلاف كبير جدا في نوع الحجارة ووزن الحجارة الموجودة فيها، لان ده اهم معيار بنحدد عليه سعر الخاتم. وكمان وزن الذهب بيفرق، لان لو خاتم 3 جرام والتاني 5 جرام فهتلاقي فرق في السعر كبير جدا. وبس كده. لو قدامك الخاتمين دول هتختاري الحجارة الماركيز ولا الحجارة الراوند؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.